خبرين على السريع. الخبر الأول هو استمرار تأجيل شكوى بيراميدز أمام المحكمة الرياضية الدولية لسحب لقب الدوري من النادي الأهلي حسب ما ورد من موقع المحكمة الرياضية. باشا انت عمال تفحر وعايز لقب الدوري، عقليا كده انت بتدور على دوري خلاص انتهى. والله العظيم المحكمة دي بتاخدكم على قد عقله. في حد في الدنيا يقدم شكوى النادي او في نادي او لسحب لقب الدوري من نادي اصلا يعني حوت الدوري؟ كلمتين لنادي بيراميدز. ما تحطش نفسك مع الاهلي، بس ما تحطش نفسك مع الاهلي علشان الاهلي صعب على اي حد. حسب مصدر اليوم السابع بحسب تأكيدات مصادر داخل النادي الاهلي بتقول إن إدارة النادي الأهلي تراجعت سريعا عن فكرة الدخول في مفاوضات مع البنك الأهلي لضم أسامة فيصل أو الحصول على خدمات أسامة فيصل في يناير المقبل، لأن البنك الأهلي طلب مبلغ مبالغ فيه جدا. طالبين في أسامة فيصل 2 مليون دولار. ما شاء الله، هو أسامة فيصلتش وإحنا ما نعرفش هو من كرواتيا؟ ليه 2 مليون دولار؟ رقم غريب جدا ما يستوعبهوش اي حد. ازاي باشا انت بتطلب 2 مليون دولار؟ احنا نروح نجيب ابراهيم دياباتي بمليون دولار وهيقدم مستوى فوق العال. بس كده احنا مش هنتعب نفسينا في مفاوضات واي هبد وخلاص. باشا احنا ما بنقفش على حد. اسامه فيصل يركن على جنب، نجيب احنا صفقه ايه من الخارج كده، حته زي وسام ابو علي، وهتظبط الكلام. بس كده دول الخبرين يا باشا. لو عجبوك ارزع لايك واشتراك وان شاء الله هيعجبوك. تنساش تصلي على النبي محمد. سلام.